وبكده يكون الجلاش بتاعي اساور الست، عشان الست الام وست الحبايب تبقى فرحانه معانا في شهر رمضان. هنعمل وصفات حلوه قوي. عملنا احلى جلاش اساور، الجلاش الجميله الذهبيه دي بالشوكولاته والمكسرات. وما ننساش لو عجبتكم الوصفه ما ننساش نضغط لايك وشير ونفعل زر الجرس. ومع طبخات سيس لبيب، وباي باي. هنا بقى لفه جلاش كده زي ما انتم شايفين، حلوه وطازه وجميله. انا مش هعملها النهارده كلها، انا عايزه احلي والحاجه ما تباتش معايا، واعمل كل يوم حلو. هاخد نصها كده بالطول واقوم اسمها زي ما انتم شايفين، اسيبها سليمه زي ما انتم شايفين. الورق بتاعي زي الفل. هنعمل بقى الجلاش بتاعنا ده ازاي النهارده. عندي كده ورقه بتاعتي زي ما انتم شايفينها، ابدا ادهنها بماده دهنيه، سمنه بقى بلدي، زبده على زيت، براحتك بقى زي ما انت بتحبي طعم الحاجه بتاعتك. وتكلفتها مش هنغلب، يعني اي حاجه عندك حلوه هتبقى زي الفل. تمام. وابدا عندي اي حاجه، عارفه ده مسن، تمام. ما عندكيش مسن هاتي خله، اي حاجه اداه كده رفيعه تكون مطوله. هنعمل النهارده نوع جلاش جامد جدا هيعجبك قوي. ابدا ان انا المسن بتاعي دوت الف عليه اول حته من الجلاش زي ما انتم شايفين، وابرم كده، ابرم 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 لغايه لما يتلف معايا كده حلو رول زي الصباع على الفاضي، ده كله على الفاضي. تمام. بصوا بالشكل ده، شايفين ولا مش شايفين؟ وابدا ان انا بعد ما لفيته كويس ابدا بقى بايديا كده اكشكش اكشكش كده من ناحيتين بحيث ما يتقطعش معايا الورقه، بس سايبه اول طرفها كده. تمام. اهي كشكشت بالشكل ده، ابدا ان انا اسحبها بالشكل ده بالراحه خالص وابرم، اعملها زي بصوا ابرمها كده زي الاسوره. اساور دي ولا مش اساور؟ اساور دي هتبقى احلى اساور بجد. واقوم ضغطاها في الصينيه وحطاها كده بقى رصاها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هعمل لك واحده تانية. يبقى هبدا ان انا ادهنها بالشكل ده بالماده الدهنيه بتاعتي بالطريقه الحلوه دي، وابدا ان انا اخدها الفها بالشكل ده برضو. امسك الف كده على الاداه بتاعتي، الف 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 بسرعه كده. بصوا ما شاء الله متاخدش وقت وسريعه وحلوه هي، بس مجرد اول واحده هتعمليها هتلاقي نفسك الدنيا زي الفل. واكشكش كده بايدي واقوم سحبه زي ما انت شايفه على طول. اكشكش واسحب واعمله زي الاسوره اهي ما شاء الله بالشكل ده، واحطه في الصينيه بتاعتي. تعالوا نجرب واحده كده بعصايه الخله زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا ابرمها كده وابدا الف، بس على على الواسع مش على الضيق قوي. بصوا بالشكل ده كانك بتلفي سجاير. احنا اي حاجه هنجربها على فكره بقى على الخله احلى من الحاجه التخينه. بصوا على الخله عامله ازاي ما شاء الله مبرومه حلو. وابدا ان انا اكشكش اكشكش اكشكش. بصوا جميله، كل ما تكشكشي فيها بتبقى احلى، يعني تحسي كده انها روعه. وابدا اقفلها زي الورده، بجد حلوه جدا وروعه، مش قادره اقولك حلوه ولا مش حلوه. لفيت بقى الجلاش زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. ابدا ان انا ادهن كل الجلاش بقى بسمنه كده بلدي حلوه عليه بطريقه حلوه. بعد ما دهناها بالشكل ده ابدا بقى يكون عندي شويه بندق سوداني مكسرات اي حاجه بندق، وابدا ان انا احشي واحده واحده بالشكل ده. بصوا بالجمال ده كده، تبداي تحشيها كده المكسرات اللي انت بتحبيها انت والاولاد بالشكل ده. حطيت بقى المكسرات بتاعتي كده وسبت حبه فاضيين، هوريكم بقى هنعمل فيهم الفاضيين دول. ونبدا بقى على فرن على درجه حراره 180 هنحطهم حوالي كده ربع ساعه لغايه لما ياخدوا لون ذهبي حلو. هنشوف كده هياخدوا وقت قد ايه، وارجع بقى نشوف هنعمل الخطوايه التانية وهنقدمه بطريقه لطيفه جدا. طبعا ما ننساش بقى ان احنا نكون عاملين الشربات بتاعنا يكون ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. اعملي كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، بس سيبيهم يغلوا شويه بحيث يتقلوا معانا شويه. تمام. ويكون بارد بتاعنا الشربات. انا عندي شربات كنت مجهزاه من اول رمضان، هنبدا ان احنا نستغله. بقى الجلاش بتاعي طلع كده باللون اللي انتم شايفينه السخن ده. ابدا انزل عليه بقى شربات كده بالشكل ده. ما نكترش، يعني حوالي كده كل واحده معلقه شربات، ما نكترش قوي عشان لسه هديله حاجات تانية زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم روعه بجد، حلو جدا. هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن حال. النهارده جايه لكم بوصفه اساور الست. بما اننا كلنا بنحب الذهب، الستات كلها بتحب الذهب، فاحنا هنعمل اساور. بس المره دي مش اساور بقى ذهب، هنعمل اساور احلى من الذهب. مش قادره اقول لكم الطعم حكايه وجميله، تنفع شيك كده في التقديم.
هنعمل حبة بالشوكولاتة وهنعمل حبة بالمكسرات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا على اساور الست عشان الست ما تزعلش.